سيدنا أبو بكر راح يزور السيدة عائشة في بيت رسول الله، ابنته وزوج رسول الله. سيدنا الإمام علي رايح بيت ولد عمه اتقبلوا على عتبة الباب. سيدنا أبو بكر رجل عاقل حكيم، هو أكبر من علي، قال تفضل فادخل أنت أولا فأنت ابن عم رسول الله، أنا نسيب لك أنت ولد عم أخوه. شوف الأدب بتاع سيدنا علي. قال وكيف أتخطاك وأنت صاحب رسول الله. شوف الأدب والاحترام. قال وأنا أسمح لنفسي أن أتخطاك يا علي وقد سمعت الله عز وجل يقول في حقك هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال لا، وأنا كيف أتخطاك يا أبا بكر وقد سمعت الله يقول في حقك والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أبو بكر وأنا والله كيف أتخطاك وقد سمعت الله يقول في حقك يا علي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال لا يا أبا بكر، وأنا كيف أتخطاك وقد سمعت الله يقول في حقك إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال وأنا يا علي لا لا لا، أنا لن أتخطاك وقد سمعت النبي يقول علي أخي في الدنيا وفي الآخرة. قال وأنا يا أبا بكر لا أستطيع أن أتخطاك وقد سمعت النبي يقول ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. قال وأنا يا علي كيف أتخطاك وقد سمعت النبي يقول لا فارس إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. قال وأنا يا أبا بكر كيف أتخطاك وقد سئل النبي من أحب الناس إليك قال عائشة. قالوا عن الرجال نسألك قال أبوها. قال أبو بكر وأنا كيف أتخطاك وقد قال النبي في حقك لو لم تخلق يا ابن أبي طالب ما وجدنا كفءا نزوجه فاطمة. قال وأنا كيف أتخطاك يا أبا بكر وقد سمعت النبي يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذتك أنت يا أبا بكر. ده يقول وده يرد وده يقول وده يرد، وبالقرآن والسنة كلامنا يخر الماء. المشوار طول، من الذي يحل المشكلة؟ رسول الله قاعد جوا ما يعرفش حاجة، الباب مقفول ودول مختلفين على العتبة. فصدرت الأوامر من السميع العليم إلى كبير أمناء وحي السماء إلى الأمين جبريل، فإذا بجبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبعة طباق وينزل إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد قم، ففض الاشتباك بين الإمام والصديق. ده ليهم ساعة واقفين، ده يقول اتفضل وده يقول اتفضل وما فيش واحد فيهم خاطي. فخرج النبي وافتتح الباب وأمسك بيد أبي بكر عن يمينه وأمسك بيد الإمام علي عن يساره، ودخلوا جملة واحدة في خطوة واحدة إلى غرفة عائشة. ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهكذا سندخل الجنة إن شاء الله، هكذا سندخل الجنة إن شاء الله. الناس دي بشرت